عارفه برج القاهره ده انا هو دفعه واحده، هو ما شاء الله كمل وانا مش عارف ايه اللي وقفني. في حاجه غريبه، انا بغرق ولا ايه؟ انا حاسس ان انا بغرق يا الله يا جمانه شوفي لي غطاس تاني. يا جدعان حد يشوف لنا حد ينقذنا، حد يشوف لنا حد غطاس محترف ينقذنا انا وهنيدي. مش معقول والله، جولة مطينة بطين لحد دلوقتي بالنسبة لي، يعني فاهم، ضايعة. مش عارف اعمل ايه والله. انا لسه فاضل لي محمد صلاح وفاضل لي فيرتز وصلاح الكابتن، والمفروض ان صلاح يبقى هو الغطاس بتاعي. يعني المفروض ان صلاح ده يبقى هو الغطاس بتاعي، ما اعرفش ازاي يجيب لي بقى جولين 3 جون على قد ما يقدر يعمل. ما عملش بقى، انا رحت ورا مصنع الكراسي. حرفيا. ليه يا فانتازيا كده؟ ليه يا حبيبتي؟ يعني اول موسم ابتدي اعمل فيه قناه تقوم مدياني. مش فاهم ايه الحظ الغريب ده، سبحان الله. هوريكم دلوقتي انا بيحصل لي ايه في الفانتازيا، عشان بس يمكن تعذروني، او يمكن حد مثلا بيعاني بنفس المعاناه بتاعتي فيحس بيا. صحيح، بالظبط. وهنبتدي دلوقتي ان انا هوريك فريقي، تمام، وهوريك الحظ الغريب اللي حصل معايا. وهتظهر تشكيلتي دلوقتي، وانا جايب لغايه دلوقتي 44 نقطه، اللي هم تقريبا 40 نقطه عشان اعمل -4. دلوقتي تشكيلتي زي ما انتم شايفين. يعني انا واحد قلت هعمل مش هعمل ماينس، هعمل فري بس وخلاص وتمام وبتاع. فبصيت على التشكيله كده في العموم، الدنيا مش لذيذه، الدنيا مش احسن حاجه يا جماعه. فقلت خلاص انا هروح اغير انداي، بحيث ان ايفرتون كلها فريق وحش، هو فريق في العموم معفن يعني ايفرتون، فاهم يعني، لو مش هيستقبل اهداف بس مش هيجيب يعني. واجيب يا عم رايندرز اللي الناس كلها جايباه، وانا مقتنع بيه شخصيا، مش عشان الناس جايباه والله، اكتر ان هو اللعيب نفسه لعيب كويس جدا، في حته من دي بروين كده، على حته من رودري دفاعيا، وعنده حته الاسيستات. بس طبعا الله يسامحه بيب بهدل لنا الدنيا تاني، برضو لاعب بن شرقي، لاعب بن شرقي بيه، لا مؤاخذه مش عارف، معلش عشان انا اهلاوي بس. لا مؤاخذه يا جماعه. لاعب شرقي ده، فطبعا خلى شرقي ده تقريبا ادواره هجوميه ورايندرز بقى ادواره دفاعيه، فاللعيب اتدمر وجاب لي نقطتين. قلت مش مشكله زي الناس كلها، يجي بقى نضاي في الماتش بقى، المفروض يجلي بقى، عيب. لا، نضاي يقوم جايب جون وعامل نمره وطالع ب 8 9 نقط. فانا مش فاهم، انا مش فاهم يعني ايه اللي بيحصل، يعني سبحان الله. طبعا الحاجه دي بتحصل مع ناس كتيره جدا، وحصلت بالفعل مع ناس في جواو بيدرو والناس دي. بس اللي هو يعني حاجه فعلا تحرق الدم، ان انت تعمل تغييره، التغييره دي تبقى جايه عليك كده ايه، ملهاش لازمه، اللي انت بعته جابه واللي ما جاب واللي انت جبته زي الطين. يلا، دي اول حاجه حصلت لي في الجوله ده. تاني حاجه بقى، انا معايا دفاع من ارسنال. انا من اول الجوله، من اول ما كنت لسه ببتدي الموسم، وببعت لكم فيديوهات وبقول لكم انا عايز اجيب تمبر عندي، بس تمبر موقفه مش واضح، لان انا تمبر دخلت بيه السنه اللي فاتت وجبت بيه شويه نقط محترمه، يعني روقني. وانا قلت كده في فيديوهات قبل كده لو حد متابعني. فانا قلت هخش برايندر تاني، تمام، ونشوف الدنيا مع بعض. برايندر تاني، معلش نرجع تاني. انا قلت هخش عادي بقى بلعيب مكان تمبر، ماشي، اللي هو سكيلي، لويس سكيلي ده. قلت بحيث ان ده يبقى كفر برضه، نفس الفكره بالظبط بتاع تمبر كفر، واخر الموسم اللي فات كان هو اللي بيلعب اساسي وكان لعيب حلو يعني. يجي اول ماتش ما يلعبش، ينزل في الدقيقه مش عارف 70 وياخد نقطه. فقلت ده بهدله، كويس ان انا كنت حاطه في الدكه. تاني ماتش انا قلت لا، مش اكيد مش هغامر، انا عايز برضه حد من دفاع ارسنال او من هجوم ارسنال او من خط نص ارسنال، لان ارسنال اصلا انا زي ما قلت في الصفحه بتاعتي على التيك توك، ان من احسن الماتشات الجوله دي، هي من احسن ماتشات الجوله دي. فقمت مغير ب-4، قلت عشان اضمن. طب اجيب مين؟ الجناحات كل يوم تتغير، اجيب مين؟ اجيب الناس الاساسيه، جابرييل او صليبا. قلت اجيب جابرييل بحيث ان هو يطلع ايه، يدي واحده بالدماغ كده في اول الموسم ويبسطنا كلنا، وابقى ايه، ماينس حلال. مفيش. معلم تمبر والمعلم كاليفوري الاثنين خدوا البونك، بلعوها، اتعشوا بونص اليوم ده. في ايه يا عم؟ ايه يا عم، جوان واسيستات ومن الهوا كده، من الهوا كده بنقط بتنزل عليهم. طب انا جايب جابرييل، قلت لو حتى مش هياخد حاجه، هياخد حتى الحته بتاع الديفنس، نقطتين بتاع الديفنس. مفيش بقى، ما انت البونص اتوزعت، طلعت ب6 نقط. فتقريبا انا لكني الوحيد اللي ما خدتش
اي كلين شيت من ارسنال، لان انا الماينس 4 هي بقت ماينس 4، فجبريل لكنه جايب لي 2 نقطتين. ده تاني حاجه غريبه جدا. يعني الواحد بيعمل تغييرات انا شايفها على الورق كويسه، بس شوف الاحداث عشان هي بجد حاجه من عند ربنا، توفيق. بعد كده خلاص بقى بنلعب مش عامل ماينس تاني بقى، وهنزل بفريقي هو زي ما هو. بالمر، مالك يا عم بالمر، فيك ايه يا بابا؟ ما اعرفش. في سنه وجع قبل واحنا بنعمل احماءات الماتش. يا اخي مش كده، يا اخي مش كده. يعني ماتش كسبانين فيه 5-1، انت لو بتلعب كان زمانك اتروقت وهرد بجد للناس اللي كانت مكابتنه بالمر. والله ده يعني مش عايز احلف، بس فعلا لو كان بيلعب تخيل كان بالمر ده طلع له مينيمم بجون واسيست من الليله دي. فسبحان الله ما لعبش. طب تمام يا عم، مش مهم ما تلعبش عادي قشطه، ايه المشكله يا عم؟ ظروف بتحصل. انا عندي بره على الديسك، على البنش بره، عندي مارك ويهي، وعندي طبعا مطلع زي كل الناس اللي في العالم مطلعه دفاع، الناس قليله اللي حاطه دفاع توتنهام قدام مانشستر لان مش وارد الكلي، حاطط فان دي فين، وحاطط بره وان بيساكا اخر واحد عشان عارف ان هم هيتهانوا يعني. يوم حاصل ايه بقى؟ الماتش الاولاني انا كنت عامل كده وحاطط مارك ويهي الاولاني ما لعبش خالص، فخد لي 0. فقلت خلاص ان شاء الله ما يلعبش تاني، هو شكله كده لسه مش هيبتدي الموسم معاهم، فينزل لي بقى فان دي فين اللي خد 6 نقط على الدكه. تمام، لا يوم نازل، ما لا انت عبيط، هي مش تمشي كده، انت بس بتحلم يا مان. يروح ينزل مارك ويهي مش عارف الدقيقه 80 ولا 90 ياخد نقطه عشان ينزل مكان بالبا بنقطه. فيعني انتوا الجوله بجد جوله غريبه جدا عليا، وهي اللعبه مش عايزه تظبط معايا، وعادي انا مش يعني ايه محروق كده من جوايا اللي هو ايه، يعني البدايه ما بتبقاش حلوه كده، بتخليك تتخنق وتيأس وتفكر بقى في كاتش اوت. انا عمال افكر ان انا عايز اعمل ورك اوت، خلاص فريقي مش نافع، واتكنز بجنيه والله قذر. ماتشين يا مان المشكله مش ان هو حتى بيجرب بيحاول وما بيجيبش، لا ده هو ما بيجيب ما بيتحركش، ما بيوصلوش. اللهم صل على النبي، ما فيش غير صار اللي انا سبته ونصفني، على الرغم من ان هو جاب لي 8 نقط، على الرغم ان هو برضه هي اللي بقى انا فرحت بيه لان هو بس الممبر شيب، فده هيعليني في الرينك حاجه بسيطه، بس كنقط ملوش لازمه لانه ضيع لي كلين بتاع نوتنجهام فورست بتاع ويليام. طب تمام، انا كنت ابقى كسبان امتى؟ لو ويليام مثلا عمل اسيست فطلع بالكلين او 5 نقط مع صار، كنت ابقى مبسوط، انما في الاخر هم مجموعه 10 نقط، لو الماتش خلص 0-0 كنت هاخد 9 نقط. فانا برضه ما انبسطتش اللي هو قوي، بس الحمد لله ان صار عمل حاجه وانا كنت مقتنع بيه، بقول فيه برضه في الفيديوهات الاولانيه ان انا عايز اسيبه شويه. وعايز اقول لك ان هو هيبقى موست ترانسفير بعد كده، لان ايزي من ساعه ما مشي هو اللي هيظهر هو وماتيتا بس. وزي ما انتم شايفين يعني تشكيله تزعل، بس هعمل ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، وده اللي حصل. ويلا بينا نبتدي الحلقه. حبيب قلبي، انا بس قلت اسودها كده عشان اكيد هي سودة على ناس كتير، فسودها بقى واطلع بقى عشان انا مش هفضل مستحمل كتير. ما انا مش عمال اقول بقى لا وضحك وهزار، لا، ما هي اللعبه لازم تحترم نفسها شويه. حبايبي تسلموا، خش على الفقره الثانيه ان شاء الله. ودلوقتي رجعنا لكم تاني مع فقرة ايه الفايدة من اللي احنا شفناه في الجولة دي. يعني ايه الكلام؟ يعني احنا اول 3-4 اسابيع يا جماعة احنا بنتفرج على الماتشات، بنشوف اللعيبة البارزة واللعيبة العادية واللعيبة اللي لازم تمشي، يعني لعيبة تحت النظر ولعيبة لازم تغور من فريقك بشكل ما يعني. تمام، فدلوقتي هنبتدي بالماتشات سريعا عشان برضه ايه ما نحرقش وقت طويل، ونشوف احنا هنستفاد ايه من الماتشات. اول ماتش طبعا تشيلسي ويست هام 5-1. طبعا باين لنا قد ايه تشيلسي فريق محترم ماسك نفسه. اللعيبه الاختيارات فيه كتير انك تنزل بيه، يعني عندك مثلا ستافيو، عندك بيدرو نيتو، عندك انزو اللي انا اتكلمت فيه كتير جدا، جايب 10 نقط وجايب جون ومبهدل الدنيا، وكايسيدو حتى كويس، يعني حتى اللي جاب كايسيدو انبسط. فانت عندك ايه ده يعني ايه كاختيارات لعيبه كتير في تشيلسي تقدر تستفاد منها. وتاني حاجه ان الدفاع حلو،
سيبك من الجون اللي جه ده، هي شوطه طبعا يعني الدفاع ما تسالش عليها، وانما شانس يتسال عليها شويه، يعني هو ايه قلب الششتاوي كده فجاه. محمد الششتاوي قال لك انا مش همد ايدي غير لما تبعتوا لي اسد على اللايف. بالظبط كده، اللي هو ايه ما تعرفش ماله ايديه اتقطعت ولا ايه، فدخل في الجون كان ممكن يعمل لها تراي اب ويطلعها، بس ما فيش بقى. anyway بس الدفاع في العموم متماسك وممكن تعتمد عليه، يعني واحد زي كوكوريلا انا ما استفدتش بالدفاع لان عندي الجون وما جابش كلين شيت، بس كوكوريلا اللي جابوه استفادوا منه ان عمل اسيست ومشي الحال، فالدفاع بتاعهم مش وحش. تمام. وطبعا وست هام احنا دي من الفرق اللي احنا هنبتدي بقى ايه، في فرق هنبتدي نتارجتها ان احنا نجيب اللعيبه اللي بتلعب قدامها، لان هي فرق ايه خلاص بقى باين مستواها وباين شكلها، فانت برضه بتبتدي ايه تتارجت الفرق دي. تمام. ده وست هام هنتارجته، واللي معاه بوم بقى الله يكون في عونه، وانا ما اعرفش ايه موقفه، لعيب ب 8 مليون واول ماتشين كده مفيش، والمشكله ان مفيش خالص برضه، فغالبا لازم يمشي. يعني انا شايف ان بون لازم يمشي، وعندك كريس وود الماتش الجاي هيلاعبهم ممكن تجيبه وتنبسط قوي، واي لعيب هتجيبه تقريبا هيبقى افيد من بون دلوقتي. هو دي كانت مشكله الفانتازيا ان هم حطوه مهاجم ما حطوش خط نص. تمام. تاني ماتش توتنهام ومان سيتي. طبعا الماتش اللي كلنا لبسنا فيه او مش لبسنا فيه، بس اللي هو كان مش لذيذ. قدوس طلع ب3 نقط، واي دفاع من ايت نوي طلع بنقطه مصاب، ويعني بصراحه الدنيا اتبهدلت. ويندوز اللي اكثر موست ترانسفير في الجوله الاولى طلع برضه ما عملش حاجه، بس يعني ايه هو برضه لو بيب ظبط الخطه ورجعها زي الماتش الاولاني وخلى شارك ده ما ابتداش وساب حريه لرايندرز، لا الموضوع هيفرق وممكن الفريق يبقى كويس. ويعني هو الماتش ده ما يعني اللي معاه لعيبه منها هيفضل سايبها، اذا كان من توتنهام او مانشستر سيتي، ده اللي انا شايفه يعني. تمام. تالت ماتش طبعا بورنموث وولفز. وولفز برضه من الفرق اللي هتتارجت بعد كده، اللي هيلعبها هنروح نشوف مين اللي هيلعبها، هنروح نشتريه، لان هي عامله زي ويست هام كده صباح الفل. طبعا بورنموث جميله، وانا فريق عاجبني شخصيا ومن اول جوله ومن الموسم اللي فات. طبعا سيمينيو مهم جدا جدا، واللي هو في نص الملعب توفى ده كويس، بس سيمينيو الطف. سيمينيو طلع باسيست، حظه وحش اللي كان مكابتنه لانه راح بانفراده وكان ممكن يجيب اكتر من كده بكتير، بس هو لعيب كويس جدا جدا جدا. تمام. فده برضه اختيارات، ولو عايز تختار دفاع من بورنموث برضه كويس، وماتشاتهم مش احسن حاجه، بس لا ممكن يطلع لك بكلين او 2 في الجولات اللي جايه. تمام. تالت ماتش معانا هو ماتش برينتفورد واستون فيلا. طبعا استون فيلا ظهرت بمستوى على الماتشين نفس المستوى، مفيش تغير بشيلن، نفس الاداء، فحاجه بصراحه ادعى الخوف من الفريق ده كله. يعني انا معايا واتكنز عايز اسربه، لازم زي القطط كده، لازم اخده كده في كيسه فاهم سودا واخبي عينيه واروح ارميه مثلا في اخر الدنيا. بالنسبه لي 9 مليون حاجه معفنه جدا، ما اداناش اي حاجه ولا حتى ايحاء ان هو هيعمل حاجه. طبعا لو انت عايز تبدله هتروح لجيكوريز اللاعب اللي هو برضه كان محظوظ شويه في البلنتي الاخير والجون حلو بصراحه اللي جابه، بس يعني هو مع ارسنال انا شايف ان هو ممكن يدي كتير، فده برضه ترانسفير محترم يعني. تمام. استون فيلا ما زي ما انا قلت لك، حتى الدفاع انا ما بحبش ان حد يجيب من الدفاع برضه، ما اعرفش ليه. يعني بنتفورد ظهرت بمستوى غريب، الجوله الاولانيه ظهرت بمستوى معفن، الجوله دي ظهرت بمستوى كويس، يمكن انا مش عارف هي ايه، بس انا شايف ان برضه ما بحبش اي حد من بنتفورد في فرقه الحالي. تالت ماتش بيرني وساندرلاند. زي ما انا قلت لكم في الجوله اللي بعد الجوله الاولى، في الحلقه اللي بعد الجوله الاولى قلت لكم ان ساندرلاند مش يعني ما ينفعش ان احنا نحكم عليه ان هو فريق جامد ونجري ونجيب ونعمل، عشان ماتش وست هام اهي وقع، شالت بعد كده 5 من الله اكبر الله اعظم، شالت 5 من تشيلسي. فساندرلاند اهو بالفعل خسرت، وبيرنلي فعلا اللي كان معاه الدفاع، اللي كان معاه دبريفكا، اللي كان معاه ستافيو زيي، انا ما نزلتش دبريفكا للاسف، خفت اعمل دبل اب، بس هي كانت جامده جدا. مبروك عليكم الكلين، وعايز اقول لكم ان ده اللي احنا كنا متوقعينه عن بيرنلي، بس اول ماتش كان توتنهام انت شايف يعني نازله بمستوى ما فيش حد عارف يوقفها. دي مانشستر سيتي اهو تاني ماتش ما فيش، كلين وبهدله وباداء، فما يقدرش يحكم عليها، لان الفريق ده كان من احسن الفرق اللي بتعمل كلين شيت في الشامبيونشيب. تمام.
فبرضه اللي معاه دفاع يخليه كده للظروف. وساندرلاند على الله حكايته. وادي بولارد ده اللي هو الموست ترانسفير اتصاب برضه نفس نظام ايت نوري وطلع، فكده كده الدنيا اتدمرت. ارسنال وليدز وده الماتش الجميل جدا اللي انا بتكلم عليه، اللي قلت عليه ان هو هيبقى احسن ماتش. وطبعا لو تمبر هيلعب اساسي غالبا الناس كتير هتروح له، مع ان يعني ايه انا مش شايفه اللعيب الواو، هو اللي جوه اللي جابها فيها نسبه حظ كبيره، بس هو ايه كفلوس على الدفاع واللي هو بيعمله لا ممكن تستفاد منه. وطبعا جيكوريز برضه مميز جدا زي ما قلت لكم، لو هتغيروا واتكنز او كده تنزل لجيكوريز. فارسنال برضه ايه يعني اللاعبين دول تهتموا بيهم. تالت حاجه نوتنجهام وكريستال بالاس، طبعا ماتش انا اتكلمت عليه وقلت ان الماتش ده كان صعب وصعب يحصل كلين، وده اللي حصل فعلا. والناس تركز على صار الفتره الجايه لان ماتشاتهم مش وحشه، وصار هو اللي ظاهر قوي في البدايه. عايز اقول لك كان هيجيب بلنتي في اخر دقيقه في الماتش، يعني كنت ممكن اصوت في الحته دي، بس للاسف اتحسبت اوفسايد. ايفرتون وبرايتون، طبعا ايفرتون حاجه غريبه بالنسبه لي، ونضيع الله يسامحه اللي هو انا بعته من هنا راح يتالق. وطبعا كلنا قلنا لعيبه تحت النظر زي جريليش، حط 100 خط تحت جريليش، اسيستين وهو تقريبا كان مان اوف ذا ماتش. برايتون فريق مش معروف، هو ده برايتون، هو ده فريق ممكن يعمل قدام ليفربول ماتش عالمي وممكن يجي قدام فريق معفن مفيش. فبرضه انا ما بحبش منه لا دفاع ولا هجوم ولا اي حاجه، حتى ويلوك ضيع ضربه جزاء وبهدل الدنيا. ومبروك طبعا للي معاه اسمه ايه ده، نيلا الجون بتاع ايفرتون بيكفورد، جاب له شويه نقط محترمين يعني 15 نقطه. تمام. وده الجون الحقيقي اللي هو بتمنه فيه، يعني هو اكتر جون جايب نقط في الجولتين لغايه دلوقتي في اللعبه، وهو في الماتشين صباح الفل جايب لك بتاع 20 نقطه او 19. اخر ماتش قبل يعني اللي في الجوله اللي احنا فيها دي المان يونايتد وفولهام. وطبعا كوريا كان فظيع جدا يا جماعه، وكان قريب جدا انه يجيب دبل تيجت بسهوله في الشوط الاول، بس النصيب. وطبعا مبيمو كويس لان هو معاه الكومنات ومعاه الحاجات دي، وده حاجه كويسه. وقلت لكم ركزوا على ايوبي، هو عمل اسيست، وقلت لكم ايوبي ده من حلقتين قبل كده لان انا شايفه لعيب جميل وحلو. وشكرا جدا، ده كان ملخص الماتشات، ويا رب تكونوا استفدتوا منه، ويا رب تكونوا طلعتوا بلعيبه تقدروا تعملوا لها ترانسفير. وان شاء الله هنزل لكم بحلقه قبل الجوله بتاع تشكيلتي لو هعمل وايلد كارد او فري هيت، او هفضل بتشكيلتي واعمل ماينس، او هفضل ان شاء الله قريب. حبايب قلبي تسلموا، سلام عليكم.